السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. انتوا أول مرة تشوفوني بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا من متابعيني فأنا بحبكم جدا. بتمنى تعملوا لي كومنت ولايك على الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي. أنا جبت شوية دقيق وحطيته في كبة، وحطيت رشة ملح بسيطة، وهبدأ ان انا اشغل الكبة. مش عارفة اقول لكم ايه، بس هي الطريقة بجد جميلة، حلوة جدا، احسن من ان احنا نشتري من بره. حاجة احنا طالما هي حاجة سهلة وبسيطة وهنعرف نعملها في البيت، فاحنا نعملها في البيت افضل. انا دلوقتي بضيف شوية مية واضرب، واضيف شوية مية واضرب لحد ما يوصل معايا الدقيق ان هو يخرز. لما بنعمل حاجة في البيت بتكون اضمن وانضف واحسن. هو كده خرز معايا اهو زي ما انتوا شايفين. لو عندكم منخل اعملوا بمنخل، لو ما فيش منخل فاي صفايه كده تبقى كويسه هتقضي الغرض. انا ما عنديش بامانه. نزلت بقى الدقيق اللي انا عملته في الكبه وبدات اعمله كده. بعد ما خلصته وصفيته تماما جبت حته قماش وحطيتها على صفايه او اي حاجه تبقى بعيد عن الميه، لان انا هعمل للكسكسي زي حمام البخار زي اللي بنعمله الكريم كراميل وكده. عملت القماشه كويس جدا. جبت الميه مغليه يعني سخنه على النار، سايباها كانت بتدفى، وغطيت كويس. سبته حوالي بتاع نص ساعه. بعد نص ساعه فتحت عليه وحطيته في طبق وحطيت وبدات ان انا اقلب بمعلقه. كنت احط الميه الاول، فماما قالت لي لا انت كده بتعملي غلط، فقالت لي اعملي بالمعلقه الاول لان هو ماسك في بعضه ولازم افكه. قعدت اعمل بالمعلقه وبعدها هبدأ ان انا اعمل بايدي. يعني كان برد شوية ان انا هعرف امسكه لانه كان سخن جدا. ده شكله شايفين حلو ازاي. بعد كده هبدأ اجيب مية من الحنفية وانزل عليه بالمية من الحنفية بسيط كده واقلب. هو بيشرب المية اصلا، يعني حوالي بتاع كان يعني اقل من ربع كوباية بشوية المية اللي حطيتها. وقعدت اقلب. هو ده تقريبا كان ربع كيلو دقيق، يعني كان حوالي ربع كيلو دقيق او اكتر من ربع بحاجات بسيطة. هنا بقى بدأت اعمله بالمنخل تاني بعد ما حطيت شوية مية وقعدت اقلب كده. اعمله بالمنخل تاني او المصفى. وهنا بعد ما عملته بالمصفى هبدأ بقى ان انا احطه تاني في الحتة، عشان هنعمل نفس الخطوة تاني ان احنا نحطه على المية. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة، انا بفكركم اهو انزلوا اشتركوا في القناة. هبدأ بقى ان انا احطه تاني. هسيبه حوالي ربع ساعة، وبعد ربع ساعة هفتحه. هعمل كده. هبتدي احس ان هو يعني بخبطه بيترد معايا، وفي نفس الوقت ايه الكيس نفخ شوية. فضيته قعدت اقلب ان هو يطلع الحرارة شوية منه. وبعد كده هجيب زبدة او سمنة بلدي الموجود، اي حاجة، اي سمنة عندكم او اي زبدة، وانزل بيها. دي كانت زبدة ومسيحينها، ماما عملتها سمنة يعني. هبدأ ان انا اقلب اللي هو يفلفل معايا كده واطفي عليه. وبس كده، ده شكله بعد ما اتعمل. حطيت عليه شوية جوز الهند، وهحط عليه السكر وشوية لبن كده سخنين. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، حلو جدا جدا، يعني زي اللي بنشتري من بره بالظبط او اللي بنجيبه جاهز من المحلات. بجد حلو قوي قوي. يعني يعني من كتر ما انا اصلا يعني انا بحبه جدا. يعني من كتر حلاوته هقوم اعمل تاني دلوقتي. يعني هو انا اصلا خلص، يعني الكميه اللي انا كنت عاملاها دي خلصت في دقيقه، فانا هقوم اعمل تاني اصلا من كتر ما هو حلو. ونصلي على النبي تاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شويه اللبن هم سخنين كده، وهو الكسكسي لسه طازه، حاجه وهم.
متنسوش تجربوه وتقولولي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.